ونروح بعد كده للمركز الرابع مع أحد أقوى أفلام الدراما والإثارة المستقلة، لاك. أغرب فيلم في القايمة بدون شك. ما كنتش متخيل إني هتكلم عن فيلم زي كده. الفيلم كله بممثل واحد بس، توم هاردي، اللي صور الفيلم كله في 6 أيام بس، ولازم يبقى بالليل لأن أحداث الفيلم كلها بالليل في العربية. يعني مش هتشوف أي مشهد بره العربية غير أول دقيقة بس، لما يسيب المشروع اللي شغال عليه بعد ما استلم المكالمة اللي هتغير من حياته للأبد وهتخلي مصيره على المحك. وهيقعد طول الطريق من برمنجهام للندن يحاول ينقذ حياته اللي هتضيع، سواء من الشغل اللي مديره بيهدده بالفصل ومساعده المرعوب ومش عارف يتصرف لوحده، ولا مراته وعياله المخنوقين لانه مش هيجي والكلام ده غير الست اللي كان في علاقة عابرة معاها وداخلة تولد وهو رايح لها اصلا. لك ان تتخيل حجم الضغط اللي عليه، ولك ان تتخيل ان فيلم زي كده صعب جدا انه يتصور، بحيث ان توم هاردي بذل مجهود خرافي علشان يوصل لنا بتعابير وشه مع نبرة صوته اللي بتتغير مع كل موقف. ده غير ان التصوير جوه العربية في مساحة ضيقة زي كده صعب. وغالبا الافلام اللي من النوعية دي بتبقى مملة وما بتشدش، فالمخرج العبقري ستيفن نايت اللي هو كاتب الفيلم كمان تعب جامد في الحوارات والاخراج، واشتغل قوي على الفويس اوفر فون. وكان في السنة اللي قبلها اتعرض فيلم All is Lost اللي كان طول أحداثه في البحر مع ممثل واحد بس وما فيش غير جملتين أو 3، ومع ذلك الفيلم نجح. فكرر ستيفن نايت التجربة تاني، والفيلم مظلوم جدا بالرغم من نجاحه، بحيث انه فاز ب7 جوائز منها جايزة أفضل فيلم بريطاني في السنة، ده غير انه ترشح ل33 جايزة تانية. وميزانية الفيلم تعمل $2 مليون، مش عارف ليه، وعمل إيرادات أكتر من 5 مليون، وده دليل نجاح. بس فيلم أحداثه في مكان واحد وممثل واحد بدون أشخاص تانية صعب جدا حد يقعد قرب الساعة وتلت يتفرج عليه، بس لو اديت له وقته وصبرت عليه هتتشدله قوي. ولا انتوا ايه رأيكم؟